السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونسمي الله كده ونبدأ الوصفة بتاعتنا، ونشوف هنعمل ايه كده يا حلوين مع بعض في الفيديو. هنعمل بقى مع بعض الدقة متعددة الاستخدامات، بجد خطيرة جدا، ولازم تكون جاهزة عندكم كده دايما عشان هتنجز معاكم كتير جدا. واحنا بقى بنعملها مع بعض كده هقول لكم ممكن نستخدمها في ايه. معايا بقى كده نص كيلو من الفلفل. انا استخدمت فلفل احمر واخضر وفلفل حامي. ممكن بقى انتوا طبعا تستخدموا فلفل احمر بس او اخضر بس، ولو مش حابين تضيفوا فلفل حامي عادي تبع رغبتكم. ومعانا بقى كده راس توم مقشرينها بقى بالشكل ده كده، ومعلقتين كبار من الملح، ومعلقة كبيرة كمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. ومعانا بقى كده كوباية كبيرة من الخل، ونص كوباية من عصير الليمون. اول حاجة بقى كده هنبدأ نقطع بقى في صوص التوم بالشكل ده كده، علشان طبعا التوم بياخد وقت شوية على ما بيتفرم اكتر من الفلفل، علشان مش عاوزين بقى الفلفل يتفرم معانا قوي ويكون ناعم كده، لا عاوزين الفلفل يكون فيه كده قطع من الفلفل في الدقة بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد بقى ما قطعنا التوم بقى بالشكل ده كده، هنبدأ بقى كده نجيب الكبة بتاعتنا، ونبدأ بقى نضيف فيها الفلفل. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده كده يا حلوين، وتقولي رأيكم ايه في الكومنتات. وهنضيف كمان التوم، وزي ما قلنا بقى معلقتين كبار من الملح، ومعلقة كبيرة كزبرة، ومعلقة كبيرة من الكمون. وهنضيف بقى الخل، كوباية كبيرة من الخل، ونص كوباية من عصير الليمون. نغطي بقى كده الكبة بتاعتنا، ونفرم بقى المكونات دي كويس كده مع بعض. طبعا بقى ممكن نستخدم الدقة دي بقى، عاوزين نقلي سمك، عاوزين بقى نعمل تتبيلة للسمك المشوي. طبعا ممكن نستخدمها كمان لو احنا عندنا بتنجان مقلي او فلفل مقلي، وعاوزين نخلي او عاوزين نخلي البتنجان. ممكن نعمل طماطم مخللة، بطاطس مخللة. بنستخدمها في حاجات كتيرة جدا. هتنجز معاكم وقت كبير لما تكونوا بقى عاملينها كده وجاهزة عندكم. ده بقى كده شكل التتبيلة بتاعتنا بعد بقى ما ضربناها كويس واتفرمت بالشكل ده. ريحتها جميلة جدا. اتشجعي بقى كده واعمليها وتبقى جاهزة عندك بقى على طول. لو عاوزة بقى تخليلي اي حاجة او تعملي تتبيلة سمك تكون بقى جاهزة معاكي على طول. هفضيها بقى بالشكل ده كده. عاوزة بقى اشكركم على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وبجد بشكر كل حد بيعمل لي لايك على الفيديو، لان ده بيكون تقديركم ليا. شكرا لكم بجد، وربنا يسعد قلبكم يا حلوين، ومنوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. يلا بقى كده، شايفين التتبيلة بتاعتنا بالشكل ده كده؟ جميلة جدا، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. اهم حاجة اعملوا المقادير بالظبط عشان تطلع معاكم الطعم بتاعها مظبوط. هنبدأ بقى كده نجيب البطرمانات اللي احنا هنستخدمها بقى ونحطها فيها. طبعا نكون معقمين البطرمانات كويس. بنحط في البطرمانات مية مغلية، وبنسيبها كده على جنب لحد ما المية تبرد خالص، وبعد كده بننشفها وبتبقى كده متعقمة معانا وجاهزة. هبدأ بقى كده احط التتبيلة كده في البطرمانات بالشكل ده كده. طبعا بقى ممكن نحطها في التلاجة عادي تقعد معاكم لحد ما تخلص عادي. عاوزين بقى تحفظوها، اللي هو مثلا عاملين كمية كبيرة وعايزين تحفظوها، هنحطها عادي في الفريزر، وكل ما نحتاجها هنطلع البطرمان وناخد منه الكمية اللي احنا عاوزينها وهنرجعه تاني على طول. يعني ما نسيبوش يفك من التلج وبعد كده نرجعه التلاجة، لا كده غلط. بالشكل ده كده. النص كيلو فلفل بقى، المقادير اللي احنا عملناها عملت معايا البطرمانين دول. وده بقى كده شكل التتبيلة معانا بعد ما خلصت بقى وفضيناها في البطرمانات بالشكل ده كده. كده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى تضغطولي لايكات كتير على الفيديو ده. وكمان لو انتوا جداد في قناتي واول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. وكمان بقى ما تنسوش اللايك يا حلوين، اهم حاجة كده اللايك، لان ده بيكون تقديركم ليه. وشكرا جدا ليكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب.